سيدنا السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على مثلا الا كان عندنا واحد البيزنس وبغينا نديروا ليه سكيلين يعني نكبروه، يعني نوسعوا مجال النشاط ديالو، يعني ندبروا مثلا في شراكات كبار الى اخره. الفكره ديال هذا لا فيديو جاتني انطلاقا من واحد لا كونسلطاسيون كانت عندي مع واحد لا كليونت اللي من خلالها هضرنا بزاف، اناليزينا هذاك البيزنس ديالها الى اخره، وفي الاخر خرجنا بالله راه كان خاصها تبدل لي استراتيجي اللي هي خدامه بهم، حيت في الاول كانت باديه صغيره حاطه دي استراتيجي، مي من بعد داكشي كان خاصو يتبدل. القصه ديال هاد السيده وديال البيزنس ديالها وشنو الاخطاء اللي لقينا عندها وكيفاش صححناهم غادي تلقاوهم في واحد لو ريل اللي كاين في انستغرام. الرابط ديال انستغرام غتلقاوه في صندوق الوصف لتحت. دابا نبداو على بركه الله في الفيديو ديالنا اللي غادي نهضروا فيه على عموما الطريقه ديال الاداره ولا الفرق ما بين الطريقه ديال الاداره ما بين الشركات الكبيره والشركات الصغيره، او بعباره اخرى ما بين لي بيزنس الكبار ولي بيزنس صغار. عموما البيزنس ولا الشركه فاش كتكون صغيره كيوصل واحد الوقت اللي كتبدا غادا وكتكبر، يعني كيكون واحد البيزنس وكنبداو كنديروا ليه سكيلين. هاد القضيه ديال ان البيزنس كيكبر او حنا كنديروا سكيلين كيكون يا اما حيت اختيارنا حنا او اختيار هذاك صاحب البيزنس انه هو يكبر ويطور هذاك المشروع ديالو، يكبر الحجم، يزيد يدير واحد التوسعات كما قلت في الاول الى اخره، او لا هذاك التطور او هذاك الحجم اللي كيبقى غادي وكيكبر بواحد الطريقه اللي بحال قلنا داكشي كيتطور بوحدو، يعني التطور الطبيعي ديال هذاك البروجي هو انه كيبقى غادي وكيكبر. هنا كنطيحوا في واحد لا سيتوياسيون هي ان الطريقه ديال الاداره او لي سيستيم او لي استراتيجي ديال كيفاش كنا خدامين كيبدا كيتبدل او لا خاصو يتبدل، يعني كتكون واحد الضروره حتميه ان داكشي ضروري خاصو يتبدل. الطريقه ديال الخدمه كامله كيخصها تبدل، حيت ماشي نفس الاستراتيجيات ونفس لي سيستيم اللي كنا خدامين بهم كما قلت غيبقاو خدامين كما بغى يكون الحجم ديال هذاك البيزنس ديالك. ناخذوا على سبيل المثال التطور ديال واحد كيبيع المواد الغذائيه، مثلا مول حانوت مهري بيم مثلا ومرجان او لا كارفور، واش نفس الطريقه اللي غادي يكون خدام بها مول الحانوت هي نفسها اللي غادي يخدم بها هذاك مول الهري، هي نفسها اللي خدام بها الناس اللي عندهم مثلا دي سوبرات هكا صغار هما نفسهم اللي خدامين بهم لي سوبر مارشي؟ بيان سور فرق كبير. تقدر تكون انت مثلا مول الحانوت كما خديناه في ليكزومبل وتبقى غادي وكتكبر، يعني من الحانوت دوز الهري دوز لسوبرات صغيره دوز دير واحد سوبر مارشي، من بعد تولي ايبر مارشي، من بعد تولي سلسله ديال اسواق تجاريه كبرى الى اخره. هادشي ما يجيكمش غريب، حيت كما كنعرفوا ان اغلب لي مارك العالميين الكبار كلهم بداو تقريبا بحال هكا صغار وبقاو غاديين كيكبروا حتى ولاو من اشهر الماركات اللي كاينين في العالم. دونك هذه حاجه طبيعيه، غير هي كتبقى راجعه لبزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه سواء بلا ديتاي ديال المشروع او لا بصاحب المشروع خصوصا. وهادشي كيبان مزيان الا خدينا ليكزامبل مثلا ديال كوكاكولا ديال امازون ديال مايكروسوفت الى اخره، كلهم بداو صغار وبقاو غاديين وكيكبروا، ولكن في هذاك الرحله ديال انهم غاديين وكيكبروا لي سيستيم ولي استراتيجي ديال الاداره او ديال الجيستيون ديال داكشي ديال الحجم اللي هما فيه كيتبدل على حساب كل مرحله هما واصلين ليها. يعني فاش بداو كيكبروا راهم بدلوا الطريقه ديال الاداره، الطريقه ديال الخدمه، زادوا معاهم ناس وحدين اخرين، بدلوا بزاف ديال الحوايج. ناخذوا مثلا الى حنا واحد الشركه مثلا او بيزنس صغير فيه حنا جوج ولا ثلاثه، مثلا كاين انا مولشي معايا اسيستونت، او لا كاين انا وشريكي لا زدنا معنا الثالث غنزيدوا معنا مثلا اسيستونت ولا شي شريك ثالث. هنا واش كيبان لكم ان خاص ضروري نحطوا واحد لا هيرارشي ونقادوا واحد الاورغانيغرام ديال الشركه اللي فيها ديك التراتبيه ديال شكون المدير شكون رؤساء الاقسام والموظفين الى اخره؟ هادشي كامل ما غينفعش في هاد لا سيتوياسيون هادي، حيت راه بيناتنا زعما ما معناش شي حد ولا شي عدد اللي هو كبير اللي غادي يخلينا ضروري او اللي غادي يحتم علينا ان حنا نحطوا هادشي. ولكن لنفترض ان حنا مثلا بقينا خدامين واحد المده، بقينا غاديين كل مره كتزاد شي حاجه كنحتاجوا ليها شي حد كندخلوه كنزيدوا معنا الناس، وصلنا مثلا واحد ليكيب اللي مثلا فايت 10 ديال الناس، نقولوا تقريبا ما بين 20 حتى 30 شخص. هنا غادي خصنا نبداو نضبطوا شويه كل واحد مثلا شنو كيدير، شكون كيدير شنو، شكون مقابل شنو، كل خدمه شكون اللي كيديرها، شكون اللي مكلف بها، شكون الريسبونسابل ديالها، شكون اللي كيسورفيي هذيك مثلا ليكيب اللي فيها ربما جوج ولا ثلاثه ديال الناس، راه كاين فوق منهم واحد اللي غيسوبرفيزي باش يكولابوري مع لي سيرفيس الاخرين، واخا داكشي باقي صغيور مي كيبدا يكون واحد النظام انطلاقا من هذاك التشعب اللي كيبدا غادي وكيزاد او كيتخلق
انطلاقا من الكبر ديال الحجم ديال هذيك الشركه، سواء من خلال الاشخاص، من خلال لي شيفر دافير، من خلال لي زاكتيفيتي اللي ولينا كنديرو الى اخره. نبقاو غاديين بنفس الطريقه. نفترضوا مثلا ان حنا وصلنا ل 100 شخص، ولينا خدامين معانا 100 شخص. هنا داكشي القديم سواء اللي كنا خدامين به في الاول او اللي خدمنا به مع ليكيب اللي فيها ما بين 20 حتى 30 ما غيبقاش خدام، حيت هذاك الحجم تزاد بزاف، الناس تزادوا، لي مويان او المعطيات ولاو اكثر. دونك هنا خاصنا نحطوا دي سيستيم اللي هما جداد ديال الاداره، خاصنا نحطوا دي استراتيجي اللي غادي نخدموا بهم سواء اون انترن ولا اون اكسترن. يعني ضروري خاص نحترموا كما كنقول دائما، نحترموا الحجم ديالنا ونحطوا ليه داكشي اللي غادي يصلح ليه في هذيك اللحظه. يعني ما نبقاو متاخرين بحال كما كنا خدامين قبل، ما نزيدوا القدام بزاف ونبداو دايرين شي اداره اللي هي كبيره وما نعرف شنو، الوغ كو حنا باقي ما كبرناش بزاف. وإلا بقيتي خدام بنفس الطريقه ديال قبل، هنا غادي خصك تكراطي. الا بغينا نقولوا بهذا المصطلح، غادي خصك تكراطي. علاش تكراطي؟ حيت الا بقيتي غادي بنفس السيستم اللي كنتي غادي به قبل، هنا غادي تكون كتحكم على راسك بالفشل بلا ما تحس بلا ما تعيق، غير بسبب هذيك الروينه اللي غادي تولي عندك في لا جيستيون، وانك ما غتبقاش قادر انك تكونترولي كل شيء او لا تتبع كل شيء. حيت كاين مثلا اللي كيكون خدام غير عشوائيا، داير غير ورقه وستيلو، اولا ميم با ما دايرهاش، ما دايرش حتى طابلو اكسل اللي كيدخل فيه الحسابات، ولكن مع الوقت كيبدا داكشي غادي وكيكبر. منين غتكبر اجي يقول لي ديك الساعه راه حكا ورقه وستيلو غتبقى خدامه ليك؟ بيان سور لا. هنا غادي دوز من المرحله ديال كنتي مثلا غير خدام غير عشوائيا عاقل على هذوك لي زانفورماسيون في راسك، اولا من بعد دزتي المرحله ديال انك دير دي طابلو اكسل اللي هما ضابطين لك الشغل الى اخره. فرضا نبقاو في نفس المثال ديال انك ليكيب ديالك ولات فيها مثلا واحد 100 شخص، هنا راه بيان سور غادي يولي خاصك واحد السيستم واحد اخر اللي هو كيعاونك على لا جيستيون انترن ديال هذيك لاكتيفيتي ديالك. لا جيستيون انترن ماشي غير انت دير كذا وانت دير كذا، ولكن لا جيستيون حتى ديال لي زانفورماسيون ديال المعطيات اللي محد الحجم غادي وكيكبر وهما كيوليو بزاف، كيوليو كثر. يعني هنا كتوصل لمرحله ديال هاد القضيه ديال خاصك واحد لوجيسيال ولا بروجيسيال اللي هو غادي يعاونك في هاد لا جيستيون انترن ديال كما قلت ديال لاكتيفيتي ديالك اللي كيتسمى اختصارا او ار بي. هاد لي لوجيسيال ولا بروجيسيال اونتر بارونتيز ما غندخلوش في الشرح ديال مثلا شنو الفرق ما بين لوجيسيال وبروجيسيال، ولكن غادي نهضر على العموم. سواء لوجيسيال سلاش بروجيسيال، ناخذ المثال ديالهم بجوج، غادي يعاونك انك تبقى كتجيري كاع المعطيات. علاش؟ حيت مثلا غتانستالي واحد السيستم انفورماتيك اللي هو هذا غادي يعاونك اللي به غادي تقدر تبقى متبع هذوك المعطيات كاملين، حيت ولاو عندك بزاف ديال لي مويان. كاين لي مويان اومان اللي العدد ديالهم طالع، كاين لي مويان ماتيريال مثلا، كاين لي مويان تكنيك تكنولوجيك الى اخره. دونك هذا لو سيستم انفورماتيك غادي يعاونك بزاف باش انك كتجيري هادشي. وهذا راه ما حد الشركه كتكبر وهو كيولي باغمي لي زوبليغاسيون اللي خاصهم يكونوا عندها. كاين اللي غادي يحسب ليه راه انا كنهضر دابا على هذوك لي لوجيسيال ولا لي بروجيسيال ديال لا كونطابيليتي. لا، هادو بيناتهم فرق كبير. هادوك ديال الكونطابيليتي كيكونوا كيخدموا غير الكونطابيليتي، مكلفين غير بلا كونطابيليتي. باغ كونطخ هادو اللي كنهضر عليهم انا كيكونوا كيخدموا بهم كاع لي سيرفيس. وانت مثلا ك جيرون كمدير كمنشي فاش كتبغي تدخل كتقدر تدخل لاي سيرفيس. انا ماشي كندير دابا اشهار شي لوجيسيال ولا شي حاجه، ولكن غير كنعطيكم مثال على الطريقه ديال الخدمه وفاش غادي ينفعك انت الا بديتي كتسكيلي البيزنس ديالك. كما كنقول في كل مره راه داكشي خاصو يكون على حساب الحجم. يعني راه كاين داكشي اللي هو مكلف بلي بتيتي موين اونتربريز، كاين اللي عنده علاقه بداكشي الكبير. المهم داكشي كيختلف وكيختلف معاه حتى الجوده الثمن الى اخره. يعني انطلاقا من حوايج صغار حتى الحوايج كبار اللي كيخدموا بهم شركات كبارين مثلا بحال اوراكل الى اخره. ما محتاجش ندير لي اشهار. وحتى الخدمه ديالهم كتكون مبدله بيان سور. نرجعوا للطريقه ديال الاداره. هنا فاش كتكبر شويه وكيكبر الحجم ديالك، هنا كتولي محتاج ناس اللي عندهم خبرات اكثر وكبر. مثلا انت فاش كنتي خدام البيزنس ديالك كنتي خدام بوحدك او انت وواحد الشريك او واحد ليكيب اللي هي صغيره وخدمتوا فيه لواحد المده طويله. يعني نتوما عندكم خبره في لي سمول بيزنس. الا شديتوا واحد سمول بيزنس راه غتعرفوا كيفاش تخدموا به، كيفاش غادي
تخدموا فيه مزيان زعما وتكبروه الى اخره. باغ كونطخ ملي غتكبروا نتوما راكم دخلتوا لواحد المرحله اللي هي جديده، يعني خاصكم تجيبوا شي حد اللي هو ديجا عنده واحد السنوات، واحد الباغاج ديال الاكسبيريونس وديال المعارف اللي به غادي يقدر يجيري هذاك لو نومبر كامل ديال الناس، ديال المعطيات كما قلت الى اخره. يعني واحد اللي عنده اكسبيريونس في هذاك الحجم اللي انت واصل ليه بالضبط. ماشي غتجيب مثلا واحد اللي عنده واحد 10 سنين ولا 15 عام كان خدام في نفس الدومين الى اخره، ولكن خدام بواحد الحجم اللي هو كبر بزاف او لا صغر بزاف. هذا واخا عنده سنين ديال الخبره طويله وكيعرف يجيري حوايج اخرين اللي هما مزيان او لا احجام اخرى مزيان، ولكن في الحجم ديالك ما غاديش يجيريه مزيان. خاصو يكون فريمون متمكن وعارف كيفاش يجيري داكشي اللي عندك بالضبط. وبيان سور يكون عنده الذكاء، حتى ما كانش عنده واحد الخبره طويله يكون ذكي وكيعرف كيفاش يجيري داكشي. زياده على هذا غادي تقدر تحتاج دير حتى دي فورماسيون مثلا للناس القدام اللي كانوا خدامين معاك، الناس اللي بداو معاك من الاول واللي غادي تكون مضطر انك تبدل لهم حتى هذيك لا فيش دو بوست، حيت ما غيبقاوش يديروا نفس ليطاج، ما غيبقاوش يديروا نفس الخدمه اللي كانوا كيديروها في الاول، حيت غيوليو دي زيكيب اللي هما كبر، كل واحد غيولي متخصص في واحد الحاجه. دونك حتى هما غتبدل عليهم شويه الخدمه، غادي يدخل عليهم هذاك لو سيستيم انفورماتيك اللي هو جديد، خاصك دير لهم فورماسيون ديال كيفاش غيخدموا به الى اخره. دونك غادي خاصك تبدل بزاف ديال الحوايج باش حتى هما يتطوروا مع التطور ديال الحجم ديال هذاك البيزنس ديالك. نفس الحاجه غادي نقولوها حتى عليك، حيت انت ما غتبقاش قادر انك تجيري داكشي كامل الا انت ما عندكش ديجا واحد الاكسبيريونس، ما عندكش المهارات الكافيه انك تجيري هذاك الحجم كامل. دونك عندك جوج ديال الحوايج، يا اما غادي تكون مثلا انت شاد بوست هذيك لاكتيفيتي او بوست هذيك الشركه او البيزنس ديالك عموما كما بغى يكون لو ستاتيو جوريديك او الصيغه القانونيه ديالو، غتكون كتخدم هذاك الشيء مثلا اللي انت كتعرف دير ليه. مثلا انت في الدومين تكنيك غتخدم هذاك الشيء اللي تكنيك في هذاك الشيء اللي وسط هذاك البيزنس، سينو غادي تخرج انت كاع من داك الشيء وغتبقى انت هو مول الشيء، يعني اللي مقابل كل شيء. عندك واحد لا فيزيون جلوبال كبيره. حاضي مثلا كطلب لي رابور، كيجيوك لي رابور كل مده، كتدخل لهذاك اللوجيسيال او البروجيسيال كتشوف تكونترولي مره كتشوف شنو واقع، وهذيك الساعه كتكون الخدمه ديالك هنا اختلفت لحاجه اخرى. كتولي مثلا انت المهمه ديالك هو انك دير واحد الريزو اللي هو كبر، تقلب على واحد الشراكات اللي هما مثلا يزيدوا يكبروا هذاك البيزنس ديالك، تدبر على اتفاقيات الى اخره. يعني انت كتولي كتخدم اون اكسترن باش كتجيب واحد الخدمه اللي هي كبر، باش تخدم هذيك ليكيب اللي هي كاينه اون انترن. هنا هذا الموضوع غادي يقدر يدخلنا في واحد الموضوع اخر اللي هو كيفاش ندبر على هاد الشراكات، كيفاش نختار هاد الشركاء، شنو هما الاخطاء اللي خصني نرد لهم البال، شنو هما الحوايج اللي ما خصنيش نطيح فيهم الى اخره. هادشي غادي نخليوه ان شاء الله لشي فيديو واحد اخر تناقشوا من بعد بوحدو، نعطيوه حقه ديال الوقت وديال الشرح وديال النقاش. مي دابا الا كنتي غتخرج بشي حاجه من هاد لا فيديو، غنبغيك تخرج بحاجه وحده، هو ان اي بيزنس قابل انه يكبر او لا يبقى بنفس الحجم. هادشي سا ديبون هذيك لاكتيفيتي واش كاين فيها شي تطور اللي حنا ما كنقدروش نكونتروليو او لا. خصوصا وهذه هو العامل الرئيسي، هو هذاك مول البيزنس، لا فيزيون ديالو، لي زوبجيكتيف ديالو، واش الهدف ديالو هو يكبر هذاك البيزنس مثلا، فاش كيدخل الربح هو كيعاود يدير ليه غي انفستيسمون وكيدير به لوطو فينانسمون كيعاود يكبر داكشي، او لا هو بالنسبه ليه خاصو اللي جابو النهار ياكلوا الليل وصافي ويبقى في نفس هذاك الحجم. دونك لا فيزيون، النظره، التوجهات، الاهداف الى اخره، هادشي كامل هو اللي كيحكم على البيزنس قداش غادي يولي، واش غيكبر ولا لا. ولكن الاهم من هادشي كامل الا كنتي باغي فريمون تسكيلي هذاك البيزنس ديالك، هو انك قبل ما تبدا، يعني مع تبدا الخدمه وانت باقي صغير، دير في بالك هاد القضيه اللي شرحت لك في هاد لا فيديو، هي ان كل مرحله كل حجم عنده المعطيات ديالو، عنده دوك لي ديتاي اللي كيحكموا في الطريقه ديال الاداره، في الاستراتيجي اللي خصهم يتحطوا، في شكون هما الناس اللي غادي نقدروا نستعينوا بهم، واش غادي نبقاو نديروا ركوغ الناس على برا او لا غادي خصنا نديروا دي زيكيب اون انترن. هادشي كامل خاصك تكون عارفو باش تبقى غادي اون باراليل مع الحجم ديالك، مع التفكير ديالك، مع لا فيزيون ديالك، مع الاهداف ديالك. هنا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى ان كلشي يكون واضح، وان شاء الله نديفلوبيو هذاك الموضوع الاخر في فيديو جاي. اللي عندكم شي كومونتير، شي كيسيون، شي حاجه، خليوها لي تحت في لي كومونتير. اللي باغي مثلا يشوف لي ريزو سوسيو راه غتلقاو تحت لي ليان ديال انستغرام، لينكدين الى اخره. واللي باغي مثلا شي سيرفيس او لا يهضر معايا مباشره يسولني على شي حاجه، كاين الايميل راه غادي تلقاوه حتى هو في صندوق الوصف. هذا مكان، تهلاو في راسكم والله يعاون.